خيرات حسان او مزاجكم خيرات حسان على حسب ما بتسمعوا الفيديو. عايزه تحسي ان انتي باورفول كده، وعايزه تحسي ان انتي ليكي حضور، وتحسسي الناس اللي معاكي كمان او اللي بيشتغلوا معاكي بقيمتهم وتقدريهم. وقفي تقولي انا اسفه، بطلي تقولي I'm sorry. الحقيقه ان انا خدت بالي الفتره اللي فاتت مع هاجر بنتي، لقيتها بتقعد تكرر كتير قوي كلمه انا اسفه يا ماما، انا اسفه انا اسفه انا اسفه في كل حاجه. وحسيت ان هي بعد ما بتقول انا اسفه احساسها ما بيكونش كويس، احساسها ما بيكونش احسن حاجه. وفي نفس الوقت احساسي انا من كتر ما هي بتقول انا اسفه انا اسفه وبتكرر تقريبا نفس الحاجه، احساسي انا ما بقاش كويس. ففكره ان انا اقول معلشي او انا اسفه وابدلها افضل من ان انا اقول شكرا ان انت سمعتيني يا ماما، شكرا ان انت سامحتيني، شكرا ان انت تفهمتيني، الموضوع بيختلف كتير جدا. حسيت قد ايه ان هي بدل ما كانت بتقول انا اسفه فحسستني ان الموضوع بقى تقيل عليا قوي ان انا كل شويه اسامحها، بتختلف لما تيجي تقولي ايه شكرا ان انت سمعتيني يا ماما، شكرا ان انت فهمتيني، شكرا ان انت سامحتيني. فحسيت ان انا ايه اللي انا بعمله متقدر، فهي ما حسيتش بانها قليله او حست ان هي دايما غلطانه، وانا في نفس الوقت ما حسيتش ان انا كل شويه بسامح بسامح بسامح. فدي نقطه حلوه جدا، بدل ما تقولي انا اسفه قولي شكرا. الحقيقه ان في بعض التبس والتريكس اللي احنا بنتعلمها في الكورس بتاع شيب يور باوندريز على طريقه الكلام وطريقه اللي احنا عشان نبدا ازاي نتكلم عشان نعبر عن الحدود بتاعتنا بشكل واضح وصريح. ففي مجموعه من التبس والتريكس دي كده، وواحده من التبس والتريك دي هي ان انت تبطلي تقولي انا اسفه، بطلي تقولي I'm sorry. كنت سمعت التبس دي مرة من ميل روبنز، ودي واحدة من الناس اللي انا بحبها جدا. سمعتها مرة بتقولي الكلمة دي وبدأت اطبقها على نفسي انا شخصيا، ولما لقيت ان هي جايبة مفعول فعلا زي مفعول السحر فقلت اقولها يمكن كلنا نستفيد منها. تبطلي تقولي انا اسفة وتحطي مكانها شكرا. يعني مثلا لما بتيجي بتدخلي مثلا بتروحي اجتماع متاخر او بتوصلي في مكان متاخر وفي ناس مستنياكي، فبدل ما تقولي انا اسفه جدا ان انا اتاخرت يا جماعه، لا بتقولي شكرا ان انتوا استنيتوني. الفرق في الاتنين كبير جدا جدا. الاولانيه انت بتحسي ان انت على طول انت اللي غلطانه وانت اللي المشكله عندك وكل حاجه عليكي، وبتحسسيهم هم انه يعني حسستيهم ان هم استنوا، يعني الموضوع كان تقيل عليهم. لكن لما تيجي تقولي شكرا ان انتوا استنيتوني، فانت هنا بتحسي انه بتهوني عن نفسك. ممكن يكون المشكلة مش عندك اساسا، وممكن يكون بتخلي للناس التانية كمان بتقدري ان هم استنوا وان هم خدوا من وقتهم شوية واستنوكي، فبتقدريهم فهم ما بيحسوش بتقل ان انت اتأخرتي. فحتة ان انت توقفي تقولي انا اسفة في كل حاجة وتقولي شكرا، الموضوع بيفرق كتير. في حاجة كمان ممكن نقولها او في موقف من المواقف، ممكن مثلا لما بنيجي نعدي من طابور او نعدي من اي حد ونخبط في حد فبنقول انا اسفة جدا، بتقولي لها ايه انت كويسة، حصلك حاجة، الموضوع بيفرق، رد فعل الشخص اللي قدامك بيفرق. دي كانت واحدة من التبس والتراكس اللي احنا بناخدها في الكورس بتاع شيب يور باوندريز. لو انتي عايزة تعرفي ازاي تتكلمي ويكون الباور بتاعتك ظاهرة وتكون الثقة بتاعتك باينة، فاحضري معانا الكورس بتاع شيب يور باوندريز، هنستفيد تبس وتراكس كتيرة جدا هنكون فيها سوا مع بعض ان شاء الله. هستناكم. كان معاكم باوندري كوتش وريليشن شيب كوتش نهى موسى.